عيد العالمي. نحن كعمال والكادحين في إقليم الفرات نطالب من جميع الفئات الشعب والرأي العام العالمي للتحرك والوقوف في وجه ممارسات الأطراف المستغلة للصراع السوري وتأسيسها بحسب مصالحها وأجندتها والحرمان العمال والكادحين والعموم الشعب من التمثيل نفسها في الاجتماعات والنقاشات التي تجري من أجل مصير الشعب في عموم سوريا. فالعمال والكادحين وباقي فئات الشعب ليست مجرد أعداد لإضفاء الشرعية على اجتماعاتهم أو جهتهم السياسية، بل لهم دور فعال في بناء الوطن والنهوض بها. كما ونطالب بوقف الأعمال العدائية التي تنفذها الدولة التركية وأذنابها على المناطق الآمنة التي ينعم فيها جميع فئات الشعب بمن فيهم العمال بالعيش المشترك والتآخي. ونطالب بتحرير الأراضي المحتلة من قبل الدولة التركية وعصاباتها التي تمارس أبشع الجرائم بحق قاطنيها، ووقف التغيير الديمغرافي والسياسي التهجير التي تمارسها الدولة التركية بحق مكونات شمال شرق سوريا. كما وندين الأعمال الإجرامية والعدوانية التي تمارسها الدولة التركية على مناطق جنوب كردستان في كل من زاب ومتينة وافشانين بحق مكونات المنطقة. وبات واضحا للعالم بأن هدف الدولة التركية زعزعة وضرب الأمن والاستقرار التي ينعم بها مناطق مجاورة واستمرار لسياستها التدميرية. كما ونطالب العالم والرأي العام العالمي بالضغط على تركيا وذلك لوقف ممارساتها الإنسانية اللا إنسانية باستهداف الأراضي الأرض والزرع بقطع مياه نهر الفرات وحرمان المنطقة من حصتها المائية، ما ينتج من ذلك من الضرر تلحقها بالأيدي العاملة وكافة المجتمع. ومثل هذه الممارسات ليس بغريبة عن دولة تركيا فتارة تقطع المياه الشرب عن المدن، وها هي تقطع المياه الفرات وتظهر مدى معاداتها لكافة الأشكال الحياة في المنطقة. كما ونطالب منظمة الصحة العالمي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة واللقاحات اللازمة لجميع العمال والكادحين في شمال شرق سوريا حتى يستطيعون مواجهة هذا الوباء الذي يفتك بالعالم، وتبقى العالم هم أكثر عرضة للمخاطرة. النصر لكافة الحركة العمالية والتحررية. عاشت إخوة الشعوب في شمال شرق سوريا، عاشت قائد أوبو قدوة العمال والكادحين. كل عام وجميع العمال والكادحين بألف خير.